فتعالى اقول لكم ايه اكتر 5 اخطاء عملتهم في في اولى جامعه. تمام. والصراحه ندمت عليهم يعني، وفي نفس الوقت اتعلمت منهم يعني اي نعم ان انا ندمت، بس اتعلمت. يعني الواحد بيتعلم من غلطاته، وانا لو عملت غلطه وهي علمتني فما بزعلش، بالعكس بفرح. الغلطه الاولى اللي غلطتها هي ان انا ما كنتش مركز في الجامعه بسبب الشغل. ليه؟ كنتش طبعا كنت شغال في، يعني خلينا اقول تفاصيل يعني، اني والله مش حابب احكي، بس طبعا أنا بحكي مع اخواتي وكده فاحكي. كنت شغال، طبعا انتوا عارفين ويمبي، براند طبعا مشهور، هو مفتوح في انجلترا، ولسه داخل مصر من قيمة 3 4 سنين، 2022 أو 2023. كان هو أصلا البراند ده أصلا مفتوح، كان في الأساس كان مفتوح في إنجلترا. ف... فالبراند ده يعني عرفته، كنت ساعتها كان بعد امتحانات تالتة ثانوي خلصت. كان في والله قدامي كذا شغل يعني، وكان متوفر قدامي كذا شغل، بس أنا كنت حابب يعني إن أنا أدور وأنزل وأروح وأشوف وكده. اشتغلت كذا شغلانة فما عجبونيش. تمام. ف... فطبعا رحت اشتغلت كذا شغلانة، من ضمنها اشتغلت في مصنع، من ضمنها اشتغلت في طبعا من زمان كنت شغال بقى في الأتوبيسات، تمام، في النقل الجماعي. فطبعا كل ده ما عجبنيش. اشتغلت في مصنع تعبئة وتغليف، كان هنا، بس طبعا ما عجبنيش فسيبته. تمام. فكان ليا واحد صاحبي يعني عزيز عليا من أيام الثانوية، كان هو برضو من دفعتي، كان هو برضو بيدور على شغل. كان هو بيدور على شغل، فجي بيقول لي أنا لقيت شغل وكده في المكان الفلاني، في حتة اسمها أمريكانا. تمام. فقلت له ماشي خلاص مفيش مشكلة. فين المكان؟ قال لي المكان في حتة اسمها أمريكانا، اكتب على جوجل وشوف. قلت له خلاص ماشي مفيش مشكلة. دخلت كتبت على جوجل أمريكانا، كنتش أعرف أصلا إيه أمريكانا دي، ولا كنت أعرف إن الشركة بتنقسم، وكنتش أعرف أي حاجة، كنت حرفيا على الله يعني. دخلت فحصت، دخلت على جوجل. تمام. وكتبت أمريكانا عشان عاوز أعرف إيه الشركة دي يعني بتتكلم عن إيه، أو إيه هي بتعمل إيه. دخلت طبعا ظهر لي العنوان. تمام. رحت طبعا العنوان كان طبعا في 49 شارع البطل أحمد عبد العزيز، 49 شارع البطل أحمد عبد العزيز، حوالي الجيزة. لسه فاكر أنا لغاية دلوقتي. فرحت هناك. تمام. طبعا أول ما رحت لقيت مطعم، لقيت كذا مطاعم يعني هناك أصلا، في المهندسين في مطعم كتير جدا. فطبعا رحت. طبعا أنا كنت بفكر إن التوظيف من المطعم ذات نفسه، كنتش أعرف إن في مكتب اتش ار وكده يعني. دخلت على المطعم على طول. تمام. فايه بنت خرجت لي، قلت لها السلام عليكم، انا كنت عايز اعرف يعني امريكانا، كنت جاي المفروض ان انا توظيف فرصه شغل وكده. قالت لي لا ده هو مش هنا، انت هتخرج من المطعم وتمشي طوالي في شمال هتلاقي جراج مكتوب عليه امريكانا. قلت لهم خلاص ماشي مفيش مشكله. تمام. قمت انا خارج وداخل على رحت زميلي قالت لي يعني. تمام. دخلت الجراج لقيت فرد امن قاعد تحت. رايح فين؟ قلت له كنت جاي توظيف شغل. قال لي خلاص يطلع الدور التالت. تمام. طلعت الدور التالت، فضلت قاعد بره بتاع حوالي نص ساعة، لأن هناك كان في ناس كتير أصلا، تقريبا كان في ناس كتير بتقدم برضه في نفس الموضوع ده. رحت، فضلت قاعد قيمة أكتر من نص ساعة. بعد كده رحت للكونتر، قلت لها أنا قاعد بقالي كتير يعني، أنا عاوز أعرف هشتغل إمتى أو كده. قالت لي ماشي أنت مش عارف إيه، أنت مطلع ورق من عندها، خد من البيانات دي. وحتى اديتها لي، سابتني انت عاملاها. تمام. ولا حتى وقفت جنبي ولا اي حاجه، لا امسك من البنات دي. طب إيه؟ طب حضرتك انا مش في حاجات انا مش عارفها في الورقه، الحاجه اللي مش عارفها سيبها. سابتني ومشي بنفس الطريقه كده. تمام. انا مش عارف الفيديو ده باين ان هو حزين بس لا يعني انا بحكي قصه حصلت معايا يعني. سابتني ومشيت. فقعدت. طبعا استغربت يعني كواحد. قلت خلاص يا عم ماشي مفيش مشكله يا عم، انت برضه بتدور على شغل وكده ومفيش قدامك، عارف اللي هو ايه يعني، مضطر، اللي هو مضطر يركب الصعب. فطبعا زي ما وقفت سابتني. طبعا قلت عادي يا عم كمل ومش عارف ايه كده. مليت الورقة. تمام. والحاجات اللي مش فاهمها الصراحة سبتها. تمام. قمت لسه داخل قعدت جوه بقيت اتش ار، بدون ذكر اسامي يعني، ان هي بنت فمش عاوز اذكر اسمها. تمام.
هي عامة كانت بنت في قمة الاحترام والذوق يعني. فدخلت قعدت. طبعا انا كنت رايح بقى بلبس كويس وكده، لان قال لي ده انترفيو مش انترفيو، فطبعا لبست شيك وكده ورحت. يعني ده شركة، فاكيد طبعا مش هروح بشبشب مثلا ولا الكلام ده. قمت انا رايح قعدت معاها. تمام. قعدت تقول لي انت اسمك ايه ومش عارف ايه وعندك كام سنة، اللي هو الأسئلة بتاعت الانترفيو اللي انتوا عارفينها دي. اسمك ايه وبتعمل ايه ومش عارف ايه وسين وجيم وسين وجيم، وانا جاوب وسين وجيم وسين وجيم. طبعا هي لقيتني بتكلم باحترام وشافتني، وطبعا شايفه شكلي محترم وكده. فبس قالت لي خلاص انت مقبول وكده. وطبعا لما هي شافتني بقى طبعا قعدت تتكلم معايا وقالت لي ده هو الشغل في المطعم عبارة عن ان انت بتاخد الحاجة من المعدات، يعني الحاجات بتبقى جاهزة جدا، بتاخدها تحطها في اللي هي الآلة، اللي هو الحاجات اللي بتبقى موجودة في المطعم وبس. كل حاجة بتحصل. طبعا أنا لما قالت لي كده قلت خلاص، شغل بسيط جدا وهادي، معرفش بقى اللي هيحصل، يعني معرفش ايه اللي هيدور جوه. فالمهم رحت لقيتها بعتتني أول حاجة على فرع مدينتي. طبعا أنا أول ما قالت لي كده طبعا اتبسطت، ولما قالت لي أنت اتقبلت طبعا أنا كنت طاير من الفرحة، كنت عامل زي ما أكون ماشي شايل مليون جنيه حرفيا. ده بجد. فخدت ورقة على طول، قالت لي أنت ممكن تروح النهاردة، من النهاردة أو بكرة، ولو يستحسن لو بكرة لأنك أنت يعني إيه. قلت لها خلاص. أنا طبعا كنت مستعجل، قلت لها خلاص أنا هروح في أي وقت، كنت هروح النهاردة. طبعا لما لقيت أنت مقبول أنا طبعا اتبسطت جدا إن أنا اتقبلت، يعني كنت أول مرة أتعرض في انترفيو واتقبلت. قلت لها خلاص ماشي ورحت. رحت هناك مدينتي. تمام. رحت في المطعم قعدت فيه رحت المطعم ساعتها كانت الساعة كانت 3. قال لي لا أنت المفروض كنت تعالى النهارده. قال لي قعدت استنيت شويه. تمام. بعد ما استنيت ما فيش. يعني بعد ما استنيت قال لي لا ده هو المفروض اللي كان يجي النهارده ما جاش، تعالى بكره. قلت له خلاص ماشي. قعدت. جه بكره رحت تاني. تمام. قعدت من الساعه 3 تمام لغايه الساعه 6. استنى المفروض ان هو الموظف اللي هيجي، يعني اللي هو اللي كان هيوظفني او كان ايه اللي انا اخش تريننج مع ان انا اخش تدريب يعني. تمام. فرحت. جه هو. فلما جه دخلت. دخلنا المطعم قعد يلف، وبعد كده لبسني حاجه اسمها هيرنت. تمام. لبست الهيرنت ودخلت جوه قعدت واشتغلت وكل حاجه تمام ومش عارف ايه، ويعرفوني على طبعا كل حاجه هناك لها اسم. طبعا انا كنتش فاهم اي حاجه، كنت لسه اول مره اخش. تمام. كنت فرحانه وكده. بعد كده قال لي خلاص ماشي انت يومين كده وثلاث ايام وهنبعت لك اللي احنا قابلناك ولا ما قابلناكش. قلت لهم خلاص ماشي. طبعا قاعد 3 ايام. ده انا قاعد 3 ايام حرفيا عمال افكر اللي هو هل اتقبلت هل ما اتقبلتش. حتى كنت عمال ابعت لهم. يعني انا كنت عمال ابعت لهم مش عشان خاطر مثلا، لا بس عاوز اعرف انا اتقبلت ولا ما اتقبلتش. انا لو ما اتقبلتش اشوف شغل تاني. فطبعا ابعت ما يردش ما يردوش، ابعت ما يردوش ابعت، لغايه ما ده يقول لي ده كلم ده، وده يقول لي لا كلم ده، وده يقول لي كلم ده، وده يقول لي كلم ده. فانا قلت له بص عرفني، يعني انا مش هزعل بس عادي، يعني ده اسمه نصيب، ده شغل. لو ما اتقبلتش عادي اسمه نصيب وما فيش اي حاجه. قال لي لا ده ما خلاص ومش عارف ايه وكده. وطبعا انا كنت من طريقه الكلام كنت عارف ان انا ما اتقبلتش. تمام. او مش اتقبلتش. قال لي لا ده. فالمهم يعني اللي عرفته في الاخر عشان هو حصل قصه كبيره من الاتش ار، يعني لما قالت لي فقلت لها انا عاوز اعرف ايه السبب. ان انا طبعا كنت بروح هناك كل يوم. كلمتني في مره. تمام. كانت بتزعق، يعني كان بتقول لي انت مش عارف ايه ما تروحش هناك تاني، ما تروحش هناك تاني، وبتكلمني واسلوبها كانش عاجبني. فانا طبعا اتضايقت واتعصبت. قلت لها لا، هو انت مين عشان خاطر تقولي لي ما تروحش هناك تاني واروح براحتي؟ هو انت المطعم بتاعك عشان خاطر تقولي ما تروحش هناك تاني؟ واتعصبت ساعتها وقفلت السكه. تمام. عدى على كده فتره قيمه اسبوع اسبوعين. تمام. طبعا قلت خلاص بقى، طبعا خلاص كل شيء اسمه نصيب، واستعوذت ربنا في الشغل وخلاص فكتني من موضوع الشغل ده اللي هو المطعم ده يعني. فمره واحده قاعد في بعد اسبوعين تقريبا او بعد 3 اسابيع. تمام. لقيت مره واحده التليفون بيرن. مين؟ الاتش ار، اللي هي الفلانه اللي كانت المسؤوله عن توظيف يعني الموظفين. طبعا انا استغربت جدا، وفي نفس الوقت يعني قلت غريبه بتريني دلوقتي ليه. طبعا رديت عادي. هو قال له السلام عليكم معايا، قال لي انا كذا عامل ايه اخبارك مش عارف ايه.
دلوقتي انا مش انت كنت بتدور على مش عارف ايه وكده، دلوقتي قدامي 3 فروع، فرع جولدن سكوير، وفرع بلازا، وفرع جاردينيا. 3 فروع دول. طبعا قالت لي ال3 اسامي دول، أنا طبعا ما كنتش فاهم فين هم. يعني لما غير بعد ما سالتها قالت لي دول في التجمع. قلت لها خلاص ماشي مفيش مشكله، نروح فرع. طبعا انا لما قالت لي الاسم اللي لقط في اسمي اللي هو جولدن سكوير، وسوء الحظ يعني. فطبعا قالت لي خلاص ماشي، وكده تعالى اعمل الورق ومش عارف ايه وروح. قلت لها ماشي. رحت ساعتها بقى. موضوع الورق ده اصلا يعني كانت مديله ورقه كده فيها عباره عن 7 8 شروط، او الورق اللي محتاجينه: فيشو تشبيه، ومحتاجين بطاقتي، وصورة شخصية، 3 صور شخصية، وصورة البطاقة. تمام. وشهادة الميلاد، وشهادة كارنيه الجامعة أو شهادة ثانوية. وحرفيا ورق كتير. قعدت بتاع حوالي ماشي في موضوع الورق ده بأكتر من شهر، أو شهر تقريبا، أو لا 3 أسابيع 4 أسابيع، مش متذكر يعني، بس هو أقل من شهر بكام يوم يعني. يعني نقول شهر. وطبعا مصاريف طبعا ومش عارف ايه، واروح هنا وعملت حاجه اسمها كود تاميني وبرنت تاميني ومش عارف ايه، طبعا لان انا موظف خلاص يعني رسمي موظف. إيه كود تاميني، كنت اول مره اصلا اعرف ايه كود تاميني وبرنت تاميني ومش عارف ايه وحاجات كتير كده. طبعا خلصت الورق ومش عارف ايه، ورحت سجل وكشفت طب وكشفت كل حاجه خلاص. في ورقه اسمها 111 عملت كل ده خلاص. رحت هناك طبعا بالورق ده كله، واتقبلت خلاص، واشتغلت هناك وكده خلاص، ونزلت هناك. مع ان كان في برضه حصل خلاف ما بين موضوع الشغل. اول ما رحت هناك المطعم، المفروض حاجه اسمها انا المفروض اقعد يومين تدريب. انا اشتغلت اول يوم، المطعم تقريبا كان عنده نقص موظفين، فاشتغلت يوم. تمام. يعني اشتغلت يوم في المطعم وبس. يعني اشتغلت يوم وخويته بيقول لي تعالى انزل كمل شغل. قلت له ازاي؟ انا لسه المفروض لسه ياخدوا لي بصمه، المفروض يعملوا كل ده. هي لا عادي انزل لي وهيتحسب لك شغل. طبعا استغربت. فطبعا لما بلغت الاتش ار قالت لي ازاي ومش ازاي ومش عارف ايه، وهي بلغت مديرها. طبعا استغرب قال لي لا. عمل ايه طبعا لما عرف كده؟ اداني انا اليومين اللي انا اشتغلتهم ما حسبهمش فلوس، حسبهم لي اجازه لغايه ما انا ما اعمل موضوع البصمه وبقى كام بيت واكمل بيت ورقي، لان انا ما كنتش مكمل بيت ورقي. ما كنتش مكمل لسه مخلص الورق، كان نص الورق خلصان لكن النص التاني ما كانش لسه خلصان. المهم خلاص خلصت الورق وكده ونزلت، واشتغلت 3 شهور كانوا اسود. يعني 3 شهور عدوا في حياتي بجد. كنت ما بين شغل وجامعة وشغل، جامعة وشغل وجامعة. كنت حرفيا كنت تعبان يعني. وشفت يعني كمية 3 شهور حصل فيهم حاجات وحوارات. كنت تعبان نفسيا بمعنى الكلمة. كنت بروح هناك أكني أنا يعني رايح يعني مكان اللي هو كنت مش طايق المكان خالص من كتر اللي بيحصل فيه. يعني الشغل أنت شغال 12 ساعة، من الساعة 6 المغرب لغاية الساعة 5 الفجر، واقف على رجلك ما بتقعدش. ولو بريك تاخده المفروض بريك ساعة، لكن هو ما بيطبقهوش، ياخد لك بالحب و10 دقايق مقابل بقى انت بتخرج ومش عارف ايه، وكله طبعا حاجة بإذن. اتكلم في التليفون بإذن، مش عارف ايه بإذن، خش الحمام بإذن. اللي هو معاناة. معاناة بمعنى الكلمة معاناة. طبعا دي أول غلطة واتعلمت منها. وطبعا الشهادة اللي أنا خدتها، هي بص، يعني دي الشهادة التكريم. طبعا كنت متكرم، مش عاوز صورتي تظهر أو صورة الشخص يعني. كنت واخد شهادة من عامة كنت بحب الشغل جدا جدا جدا. ودي الشهادة اللي خدتها من المطعم. بص حط هنا أمريكانا. بص أمريكانا هنا إيه. تمام. طبعا المطعم كله بالإنجلش فده اسمه. طبعا خدت الشهادة دي عشان خاطر إن أنا كنت بقى أنا من النوع طالما دخلت حاجة، فكنت في الأول ما كنتش داري بالموضوع. كنت حابب الموضوع، كنت حابه، وكنت حابب الشغل، وكنت بقى بخش وبقى بحفظ حاجة اسمها المنيو. كنت بقى بعمل حاجة. كنت حتى بسوق للمطعم، يعني كنت بسوق للشغل بتاعي على الواتس بتاعي اللي هو الواتس الشخصي. فطبعا الاتش ار لما عرفت كده كلمت المدير وكرموني ومش عارف ايه وكده. بس لسه غلطت الشهاده معايا. فبس دي اول غلطه واتعلمت منها. طبعا اتعلمت ان انا طبعا، وانا استفاد من كده ان انتوا ما تشتغلش تحت ايد حد، ما تشتغلش تحت رحمه حد خالص ايا كان. حتى لو كنت ايه، خليك انت
تاجر نفسك وموظف عند نفسك مش موظف عند حد. اتعلمنا ايه من الدرس الاول ده؟ اتعلمنا ان انت لازم توازن ما بين الجامعه والشغل، لازم توازن بين الاثنين، لان انا كنت ضايع حرفيا. ولولا ان انا في قبل الامتحانات بتاعتي في 10 ايام او 15 يوم، لولا ان انا ما لحقتش نفسي وقعدت وذاكرت ما كنتش عديت. ده بجد، والحمد لله بفضل ربنا عديت وبتقدير كمان كويس. طبعا الغلطه التانيه طبعا اللي غلطتها، كنت بكسل احضر المحاضرات. دي طبعا غلطه عرفتها لما كنت بذاكر في الترم الاول. طبعا لقيت نفسي ضايع. ما كنت باجي اذاكر بلاقي حرفيا هو كتاب من غير معلم او من غير استاذ جامعي دكتور، ما يسواش حاجه. لان الكتاب بيبقى يعني في حاجه اسمها بيبقى ماشي بالنص، بيبقى راغي، بيبقى جايب الحاجه بكذا حاجه حرفيا. لكن لما انت مثلا تشرح تاخد مع دكتور بيجزء لك، يعمل لك خرائط ذهنيه، الخرائط الذهنيه دي يشرحها لك ويربطها لك باحداث واحداث من الواقع. فانت حرفيا اللي بيشرحه الدكتور في المحاضره الواحده ممكن يكون ملخص لك 30 صفحه من المحاضره، يعني من الكتاب. يعني انت متخيل؟ طبعا بجانب الكليات العلميه، يعني الكليات العلميه طبعا بتبقى فيها سكاشن وتبقى فيها حاجات كتير طبعا، ودي طبعا راي شخصي، يعني كل واحد رايه يحترم يعني. في ناس يقول لك لا ما اروحش الجامعه، اقعد اذاكر في البيت اوفر وقت. ماشي، ما قلتش كده، بس انا بشايف اني الكتاب لما انت يبقى عندك 5 مواد، الماده الواحده 300 صفحه، ف... فانت حرفيا هتضيع بمعنى الكلمه، غير لو انت مثلا دكتور شرح لك مثلا خرائط ذهنيه. مثلا كنت بتروح المحاضرات بتاخد المفيد، بتاخد مثلا دكتور بييسر لك المعلومه بطريقه سهله. غير كده هتلاقي نفسك في الامتحانات، هتلاقي نفسك قاعد مش عارف انت منين يودي على فين، منين يروح فين. وده بجد، وده حصل معايا. الغلطه الثالثه، وهي ان انا كنت بسيب كل حاجه قبل الامتحان. وده طبعا غلط، يعني ده غلط 100%. كنت بسيب كل حاجه قبل الامتحان. كنت بلاقي نفسي قبل الامتحان داخل طبعا الامتحان متوتر، حاسس ان انا مش مستريح من جوه، ان انا ما عملتش اللي عليا او ما اديتش كفايه. فما ينفعش. يعني كنت بسيب كل حاجه قبل الامتحان، كنت باجي قبل الامتحان حرفيا بلاقي نفسي تايه. ده بمعنى الكلمه. فلا، يعني لا. فانت لازم، انا استفاد من كده ان انت لازم تجزأ المذاكره الطويله، بس مستمر في المذاكره على خلال الايام الاسبوع، احسن من انت تيجي تراكم في اخر وقبل الامتحان تيجي تفتح الماده تشوف بتقول ايه. استفدناه من الدرس الثالث، المذاكره القليله المستمره احسن من الضغط قبل الامتحان. دي حاجه انا مجربها. الغلطه الرابعه، وهي ان انا ما كنتش بسأل ولا بتفاعل. بمعنى، يعني الحاجه بتشرح لي او مثلا ما كنتش بسأل ولا بتفاعل لكني قاعد ما بتكلمش. طب ليه؟ يعني هو اللي انت مش فاهم حاجه اسأل عليها، لا الحاجه دي بتتكلم عن ايه، بتحكي عن ايه. طب لا مش فاهم الحته دي، لا اشرح لي الحته دي تاني. لكن سكوتك ده كده بيدل اللي قدامك ان انت مش فاهم حاجه. لا، اسال وتفاعل مع ده وتفاعل مع ده، واسال صحابك اذا كان في الدفعه. اسال ودور المعلومه، مش هتلاقي مثلا تيجي انت قاعد كده مره واحده تلاقي المعلومه جات لك. يعني المعلومه مش هتجيلك مره واحده طول ما انت قاعد. لا، المعلومه محتاجه انت تدور وتتعب وتعافر وتروح وتيجي. فانت لازم تدور، يعني لازم تتعب وتعافر عشان خاطر تلاقي تعبك ده في الاخر. ف... فانت نتعلم كده من الدرس الرابع ده، اسال حتى لو السؤال بسيط. يعني اسال حتى لو السؤال بسيط، فانت اسال يعني تبقى. طبعا الغلطه الخامسه وهي اهم غلطه فيهم كلهم، ان انا ما كنتش بطور من نفسي بره الجامعه. بجانب الدراسه ما كنتش بطور من نفسي في اي حاجه. كنت فاكر ان الجامعه كل حاجه، وفي الحقيقه اكتشفت اصلا ان في حاجات تانية، مهارات تانية بره الجامعه لازم انا اتعلمها لوحدي، مش لازم إن الجامعه تعلمها لي. انا كنت فاكر ان الجامعه هي كل حاجه. الحقيقه غلط، يعني الحقيقه عكس كده. فالدرس اللي هنتعلمه من الغلطه الخامسه ان انت لازم تتعلم مهارات وتاخد كورسات بجانب الجامعه. يعني احط خط من تحت المعلومه دي، لان المعلومه دي هتفيدك. يعني الحاجه دي هتفيدك مثلا لما انت مثلا تبقى معاك كورس بجانب الجامعه، غير لما انت واحد بتروح الجامعه. حتى لما انت برضو، يعني انت لو فكرت فيها كده، يعني انت حتى لو خلصت الجامعه تعالى كده مثلا بعد ما تخلص تقول انا عملت ايه. طبعا واخر حاجه نقولها في نهايه الفيديو، لو انت لسه داخل الجامعه فانت حاول تتجنب ال5 اخطاء دول.
واتمنى ان انت يعني ان انتوا ما حدش فيكم يقع في اي خطأ من اللي انا وقعت فيه ده. تمام. وطبعا لو عندكم حد فيكم مثلا غلط اي غلطة يكتب في كومنتات تحت. يعني انا قاعد بقول عادي كل الغلطات اللي انا غلطتها. زي ما انا بقول انا مثلا مش مرتب الكلام ولا منظم الكلام، لا انا بتكلم من دماغي، يعني بتكلم تلقائي بكل عفوية بكل حاجة، يعني مش مرتب اي حاجة. وان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.